دي طريقتي للبسكوت من سنين وبفضل اعملها في العيد، فيها كل مواصفات البسكوت المثالي، مقرمش وهش وبيدوب في البق وفي نفس الوقت ماسك نفسه، ما بيفرش في الفرن وقت التسويه. هقول لكم على تركتين تعملوها هتنقل معاكم طعم البسكوت لبسكوت جاهز من افخم محل حلويات، ومحدش هيصدق انكم عاملينه في البيت. ريحته وطعمه مميزين جدا وهتعملوه في البيت باقل تكلفه. كل تفاصيل نجاح البسكوت هتلاقوها جوه الفيديو ده. بنصحكم في الاول تجربوا كميه صغيره، ولما تظبط معاكم اعملوا الكميه اللي انتوا عاوزينها عشان ما نخسرش كل المكونات. ولو في حاجة وقفت قدامكم أنا معاكم في قسم التعليقات. هنحتاج لكيلو من الدقيق لجميع الاستعمالات، أو دقيق الكحك والبسكوت استخراج 72%، عشان العجينة ما تعملش معانا عرق وتنشف البسكوت. يفضل ننخله. هنزود عليه رشة ملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر 8 جرام. بنقلبهم وهنشيلهم على جنب. هحتاج ل 800 جرام من الزبدة الباردة تكون لسه خارجة من التلاجة. لو بتستخدموا طريقة البسكوت اللي هي كيلو دقيق عليها 500 جرام من الزبدة، دي طريقة تانية غير اللي هعملها معاكم النهاردة. استخدمت 200 جرام من الزبدة نيوزيلندي والباقي زبدة اقتصادية. النسبة البسيطة اللي هنستخدمها من الزبدة النيوزيلندي دي بتقلب ريحة وطعم البسكوت، وتقدروا طبعا تستخدموا كل الكمية زبدة اقتصادية. هنضربها بالمضرب، ويفضل لو متوفر عندكم ستاند ميكسر. لما الزبدة تنعم هضيف عليها كوبايتين الا ربع من السكر البودر المنخول. السكر البودر بنشتريه جاهز مش بنطحنه في البيت. الكوبايتين الا ربع هيبقوا 300 جرام. هنضربهم مع بعض لحد ما يبقى لونهم فاتح ويدخل لهم هواء ويبقى القوام فومي وهش. هبدأ أضيف عليهم 4 بيضات بحرارة المطبخ. لو البيض نزل بارد على الزبدة هتفصل وتقطع وقوامها هيبوظ. عاوزين نحافظ على قوام العجينة على قد ما نقدر. هننزل بأول بيضة تختفي هننزل باللي بعدها لحد ما بخلص ال4 بيضات. ما ننزلش بالبيض دفعة واحدة عشان الخليط هيبقى سايل معانا. التركة دي بقى بتفرق جدا في طعم وريحة البسكوت. 4 معالق كبار من اللبن البودر 40 جرام، عليهم 4 معالق كبار من اللبن السايل ومعلقة صغيرة من الفانيليا. بنقلبهم مع بعض وهنضيفهم على الخليط. اللبن البودر ده معزز طعم بيفرق جدا في طعم البسكوت. بنكمل تقليب يختلطوا مع باقي المكونات وبنوقف. هبدأ أضيف الدقيق تدريجيا. بنقلبه لحد ما يختفي نوعا ما، ومش بنبالغ في العجن. بلم الدقيق كده اللي على الحروف وبكمل تقليب وهكذا لحد ما نخلص كل كمية الدقيق اللي معانا. قوام العجينة المظبوط بيبقى هش، ولما بمسكها مش بتلزق في ايديا. هسويها جوه الطبق وهغطيها عشان وشها ما ينشفش، وبدخلها التلاجة اقل حاجة نص ساعة عشان تبرد وتتماسك وما تسيحش معانا واحنا بنشكلها. تقدروا تستخدموا اي بلبلة من دول لتشكيل البسكوت وتختاروا الحجم اللي بتحبوه. انا بفضل استخدم اللي هي على شكل المشط عشان البسكوت يطلع معايا ستريت، وعشان البسكوتة تبقى معانا شبه الجاهزة بتاعة المحلات. هختار البلبلة اللي حجمها كبير. في كذا شكل من البلبلة دي تنفع برضو تشكلوا بيها البسكوت. بعد حوالي ساعة طلعت عجينة البسكوت من التلاجة. استخدموا أكياس الحلواني تكون محملة، ما ينفعش تستخدموا الأكياس البلاستيك الضعيفة بتاعة الكريم شانتيه. عجينة البسكوت بتحتاج ضغط، والكيس لو ضعيف هيتقطع معاكم. هبدأ أعبي الكيس وببدأ أضغط كده من فوق عشان أطلع أي هوا، وبساوي حرف البلبلة كل مرة عشان البسكوتة حروفها تطلع معايا متساوية. الصاج بتاعي ألمونيوم، مش بدهنه ولا زيت ولا زبدة ولا أي مادة دهنية. أنصحكم تعملوا البسكوت بعد الفطار، بلاش تعملوه وانتوا صايمين لأن بيحتاج شوية مجهود، بس للأمانة تشكيله دي حاجة ممتعة. هنا سبت ربع العجينة عشان أعمله بالشوكولاتة. هزود عليه معلقة كاكاو خام. اختاروا كاكاو نوعه كويس وبقلبه مع العجينة لحد ما يبقى بالشكل ده. الصاج اللي هعمل فيه بسكوت الشوكولاتة هحط فيه واحدتين من بسكوت الفانيليا عشان بيبان في التسوية. البسكوت بالشوكولاتة مش هيبان في التسوية. ودي كل الكمية اللي طلعت لي من الكيلو دقيق. الفرن بتاعي لازم وضروري نكون مسخنينه قبلها بربع ساعة على درجة حرارة من 170 ل 180 على حسب الفرن عندكم. تحذير: لو البسكوت دخل على فرن بارد البسكوت هتفرش وهتسيح والرسمة بتاعتها هتختفي وقوامه مش هيبقى حلو. هحط على الشبكة في نص الفرن وتابعوا تسويته لحد ما تلاقوا حروفه بدأت تحمر. ووقت التسوية بتكون من 10 دقايق ل 20 دقيقة، وده بيختلف من فرن للتاني. آخر دقيقتين كده بشغل عليه الشواية لو حابين البسكوتة لونها يبقى فوق زي تحت، ولو شغلتوا الشواية تلفوا الصينية كده من وقت للتاني عشان البسكوت كله يبقى لونه موحد. ولما بيستوي بنخرجه من الفرن ومش بنلمسه لحد ما يبرد. لو لمسناه وهو سخن هيتكسر معانا. شايفين كده لونه مظبوط من قدام وورا. حرفيا البسكوت ده ما قعدش واتسحروا بيه في نفس اليوم، وما لحقتش اخبي حاجه للعيد وعملت غيره بعدها. هقول لكم سريعا على كل الملاحظات لنجاح البسكوت. عشان البسكوت يطلع معاكم ناجح مقرمش وهش وماسك نفسه وفي نفس الوقت دايب وطعمه مميز، اولا لازم الدقيق يكون متعدد الاستعمالات او دقيق الكحك والبسكوت استخراج 72%، عشان الجلوتين يكون قليل والعجينه ما تعملش عرق والبسكوت يطلع معانا ناشف. ولما نضيف الدقيق على باقي المكونات ما نبالغش في العجن برضو عشان الجلوتين ما يتنشطش وينشف البسكوت. ثانيا البيض يكون بحراره الغرفه. طلعوه من التلاجة قبلها بساعتين، او لو نزلتوا اشتريتوه مخصوص وقتها من غير ما تدخلوه التلاجة. البيض لو ساقع هينزل على الزبدة يخليها تفصل وتقطع.
ثالثا، الزبدة بندخلها التلاجة قبل ما نشتغل في البسكوت بليلة ونطلعه مباشرة وقت الاستخدام، وكمية الزبدة هي اللي بتتحكم في قوام وذوبان البسكوت. لو استخدمتوا نفس المقادير اللي موجودة في الفيديو البسكوت هيطلع معاكم دايب جدا. رابع حاجة، السكر البودر يفضل نجيبه جاهز. السكر البودر الجاهز بيبقوا ضايفين عليه مكونات تانية بتدي تيست حلو قوي للمخبوزات. مهم كمان نخلطه كويس جدا مع الزبدة يوصل معانا الخليط كريمي وهش، والنتيجة بيطلع معانا بسكوت ناعم وخفيف وهش. خامس حاجة وهي اننا لازم نبرد العجينة كويس جدا قبل الاستخدام عشان تكون متماسكة ويبقى سهل علينا نشكلها من غير ما تسيح معانا. سادس حاجة هي التسوية. لازم ندخل البسكوت على فرن مسخنينه من قبلها بربع ساعة عشان لو البسكوت دخل على فرن بارد البسكوت هيفرش وقوامه والرسمة اللي فيها تبوظ. الفرن الحامي بيخلي البسكوتة تتشمع وتمسك نفسها، ودرجة الحرارة بتختلف من فرن للتاني. التسوية المظبوطة بتكون على درجة حرارة من 170 ل 180، ووقت التسوية بيكون من 10 دقايق ل 20 دقيقة، وبرده بيختلف على حسب الفرن. المهم بعد ما يعدي 10 دقايق تتابعوا التسوية، لما تبدأ حروفه تحمر تخرجوه على طول من الفرن. لو حابين ياخد لون من فوق زي تحت فشغلوا الشواية على نار هادية وتلفوا الصينيه من وقت للتاني لحد ما تاخد لون موحد. سابع واخر حاجه، ما نلمس البسكوت لحد ما يبرد تماما. لو البسكوت حركناه وهو سخن هيتكسر. وبلاش يا جماعه تستخدموا صواني غير الالومنيوم لان اغلب الصواني بتحتفظ بدرجه الحراره، وعلى ما نسيب البسكوت يبرد على جنب هيكون اتحرق من حراره الصينيه. نيجي بقى لاهم حاجه وهي طريقه حفظ البسكوت. يفضل نحفظ البسكوت في علبه محكمه الغلق. البسكوت لو اتعرض للهواء هيرطب وهيطرى وهيفقد قرمشته. لو التزمتوا بالنصايح دي البسكوت هيطلع معاكم احلى من الجاهز. جربوا الطريقه دي وهتنبهروا بالنتيجه. مستنيه اشوف تطبيقاتكم ورأيكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير عشان الكل يستفاد، وما تنسوش تتابعوني عشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة. اشوفكم في وصفة مميزة تاني قريب.